ليه التعليم بيقتل شغفنا؟ هل إحنا بندرس غلط أو إحنا مش بنعرف نذاكر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بودكاست عقول هاربة. رجعنا لكم بحلقة جديدة. ليه التعليم بيقتل شغفنا؟ النهاردة جايين نتكلم في موضوع بيلامس حياة كل واحد فينا، سواء كنا لسه في مراحل التعليم أو حتى اتخرجنا منها بس لسه بنفتكر أثرها علينا، وأثرها ما بيتنسيش. موضوع ممكن يكون السبب ورا إن كتير مننا بيحسوا إنهم تايهين أو إنهم بيكرهوا التعليم رغم إنهم بطبيعتهم فضوليين. موضوعنا ببساطة النهاردة واللي هو عنوان الحلقة: ليه التعليم بيقتل شغفنا؟ سؤال ممكن يكون صادم للبعض، بس هو سؤال بيتسرب لأذهان كتير من الطلبة وحتى المدرسين وأولياء الأمور. هل نظام التعليم الحالي مصمم إن هو يحولنا لآلات حفظ وتلقين، ولا في مشكلة أعمق من كده؟ تعالى نفهم أكتر إيه اللي بيحصل. تخيل معايا كده، قبل ما يكون في مدارس وقبل ما يكون في مناهج وامتحانات، الإنسان بطبيعته كائن فضولي. الطفل بيحب يستكشف، بيحب يسأل ليه وإزاي وإيه ده. الشغف ده هو اللي خلاه يتعلم الزراعة، هو اللي خلاه يبني بيوت، يخترع العجلة ويكتشف الفضاء. التعليم كان عملية طبيعية مدفوعة بالفضول وحب الاستكشاف. الشغف بالفطرة، كل طفل بيتولد عنده فضول لا نهائي، عايز يفك اللعبة دي ويشوف ايه محتوياتها، يجرب يكتشف. الشغف ده هو المحرك الأساسي للتعليم الحقيقي. مع تطور المجتمعات ظهرت حاجة اسمها التعليم المنظم، علشان ننقل المعرفة للأجيال الجديدة بشكل أسرع وأكتر كفاءة. وده كان شيء كويس في بدايته، بس المشكلة بدأت لما الصندوق ده قفل علينا أكتر من اللازم. التركيز على الحفظ والتلقين بدل الفهم والإبداع، ودي أكتر حاجة أنظمة التعليم الحديثة وخصوصا في منطقتنا بتركز على حفظ المعلومات علشان نرجع نركبها في ورقة الامتحان على بعض زي المكعبات كده. مش مهم تفهم، المهم تحفظ وتسمع. ده بيقتل أي محاولة شخص للتفكير النقدي أو الإبداعي، كأننا بنقول للعقل ما تفكرش كتير، احفظ وخلاص. الامتحانات دي شبح بيطارد الشغف. الامتحان اللي المفروض يكون وسيلة لقياس الفهم بنحوله لهدف في حد ذاته. كل التركيز بيكون على المذاكرة علشان الامتحان، علشان الامتحان. مش مهم التعليم عشان الحياة. ده اللي بيخلي الطالب في حالة توتر دائم وبيكره المادة لأنه ربطها بالخوف من الرسوب أو الخوف من الفشل، الخوف من ضياع المستقبل. الشغف بيختفي لما الخوف من الفشل بيبقى هو الدافع الرئيسي. منهج موحد للكل، مقاس واحد ما ينفعش مع الكل. هل يعقل إن كل الطلبة باختلاف قدراتهم وموهبتهم واهتمامهم بيدرسوا نفس المنهج بنفس الطريقة؟ اللي بيحب الرسم لازم يدرس فيزياء معقدة بنفس درجة اهتمام اللي هيطلع مهندس، واللي شاطر في الأرقام لازم يدرس تاريخ يحفظ فيه تواريخ كتير. وده بيخلي كتير من الطلبة بيحسوا إنهم مش قادرين يواكبوا أو إنهم بيضيعوا وقت في حاجات ملهاش أي علاقة في شغفهم. المنافسة الزايدة والضغط النفسي، التعليم بيتحول لسباق مين بيجيب فيه أعلى مجموع. الأهل بيضغطوا والمدرسين بيضغطوا، المجتمع كله بلا استثناء بيضغط. ده بيولد ضغط نفسي رهيب على الطلبة وبيخليهم يكرهوا المذاكرة والتعليم نفسه، لأنهم شايفينه مصدر للضغط والقلق مش مصدر للمتعة والتعلم. التركيز على التخصصات التقليدية وإهمال المهارات الحياتية. النظام التعليمي بيركز على مهارات معينة زي الطب والهندسة والحقوق، وبيهمل مهارات تانية كتير ممكن تكون مستقبل الطالب الحقيقي، زي الفنون والحرف اليدوية، ريادة الأعمال، التفكير النقدي، حل المشكلات. المهارات دي هي مهارات سوق العمل اللي محتاجينها دلوقتي، بس مدارسنا لسه بتعلمنا إن اللي كان مطلوب بس من 50 سنة. طيب، إزاي نرجع شغف إن إحنا عايزين نتعلم؟ على فكرة الأمل لسه موجود وكلنا بنحاول نرجعه. المشكلة الكبيرة الأمل لسه موجود. إزاي ممكن نصلح العلاقة بيننا وبين التعليم ونرجع شغفنا اللي اتقتل؟ أول حاجة خلينا نركز على الفهم والتطبيق بدل الحفظ. المفروض نركز على مشاريع عملية، على النقاش، على حل مشكلات حقيقية. لو الطالب فاهم المعلومة وعارف يطبقها صدقني مش هيحتاج نحفظها. نغير مفهوم الامتحانات. الامتحان ده ممكن يكون مشروع، ممكن يكون بحث، ممكن يكون مناقشة، مش لازم يكون مجرد ورقة وقلم ورعب. نتيح مساحات أكبر للاختيار والمرونة. المناهج لازم تكون مرنة، تسمح للطالب يختار مواد أو مسارات تناسب اهتماماته. مش كلنا لازم نكون أطباء ومهندسين على فكرة عشان نكون ناجحين. نقلل الضغط ونشجع على التعاون. المنافسة الشديدة بتقتل الإبداع. لازم نشجع على التعاون بين الطلبة ونفهمهم إن التعليم رحلة مش سباق.
ندمج المهارات الحياتية، الفنون والإبداع. المدارس لازم تكون في مكان يكتشف فيه الطالب موهبته. المدرسة لازم تكتشف الطالب، مش مكان يقتل فيه أي شغف عنده. لازم يكون فيه تركيز على الفنون والرياضة، المهارات اليدوية والتفكير الإبداعي. دور الأهل، التشجيع ولا الضغط؟ الأهل ليهم دور كبير في دعم أولادهم نفسيا، في تشجيعهم والبعد عن المقارنات والضغط الزايد. ابنك محتاج تشجيعك مش ضغطك. وخلونا في الآخر، التعليم ده مش مجرد مكان بنروح له أو شهادة بناخدها. التعليم هو رحلة مستمرة، رحلة اكتشاف لذاتنا والعالم اللي حوالينا. لو التعليم بيقتل شغفنا، يبقى احنا كلنا بنعمل حاجة غلط، والمسؤولية على الكل، من صنايع القرار للمدرسين الأهل ولينا احنا كأفراد. خلينا نكون جزء من الحل، نسأل، نفكر، نطالب بتغيير. والأهم إن احنا ما نستسلمش وما نموتش الشغف وما نخلوش يموت جوانا. التعليم ده متعة، وواجب إن احنا نرجع المتعة دي. يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات. وهل حسيتوا إن التعليم قتل شغفكم في حاجة معينة؟ وإيه الحل من وجهة نظركم؟ أتمنى إن أنا أسمع رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، فعلوا الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل حلقة من بودكاست عقول هاربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.